السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وصفة شتوية جدا. هنعمل النهاردة عدس. هنعمله بطريقتين احلى من بعض، ان شاء الله يعجبوكم وتجربوه. دلوقتي انا حطيت حتة سمنة وشوية زيت، وهشوح الخضار اللي انا حطاه ده عبارة عن جزر وطماطم وبصل وكام فص توم. تمام. هنشوحهم بس تشويحة سريعة كده زي ما انتم شايفين. هننزل بالعدس دلوقتي عليهم. تشويحة يعني مش كتير، يعني تشويحة سريعة كده. هننزل بالعدس. تمام. والبهارات بتاعتنا عبارة عن ملح، مرقة دجاج، كمون، بابريكا، فلفل اسود. هحطها دلوقتي برضو. بس كده خلاص، الوصفة بتاعتنا خلصت. الباقي حاجات كلها ايه جانبية وبسيطة. هنشوح اخر تشويحة وننزل بالمية ونسيبهم يتسلقوا مع بعض لحد ما الخضار يطرى خالص. تمام. يبرد وهنضربه في الخلاط. كده العدس بتاعنا الاساسي بتاعنا خلص. هنقسمه بقى لطريقتين. تمام. دلوقتي انا هو هنزل بالميه. بس خلاص كده، هسيبهم يتسلقوا مع بعض. نيجي بقى للوصفه التانية. الوصفه التانية نجيب حته سمنه. مش الوصفه التانية، يعني الحاجه اللي هنكمل بيها العدس. هنعمل نصه بالشعريه، شوربه عدس بالشعريه. وهنعمل النص التاني ببصله كده متحمره. تمام. بيبقى زي غموس كده بيتغمس بالعيش اللي هو بالبصل. وطبعا الشوربة اللي هي بالشعرية. حمر الشعرية. هنزل بالمية. هنركنها برضو على جنب لحد ما الشوربة تستوي. في ناس بتحط الشعرية على طول بعد التحمير في الشوربة، بس دي بتبقى طريق بتلزق في الحلة من تحت، فبتبقى مش احسن حاجة. احسن حاجة ان احنا نحط لها شوية المية دول. ده البصل اللي هنقليه للعدس اللي هو التخين اللي هو التقيل، قوامه بيبقى تقيل كده، بيتغمس بالعيش. تمام. واحنا بنحمر البصل كده، عايزه اتكلم معاكم بجد. الموضوع يعني انا كل فيديو بتكلم معاكم فيه. آه عارفه انا زهقتكم، بس بجد نسبه المشاهده عاليه جدا جدا على الفيديوهات. بس انتوا بتنسوا تعملوا لايك، وبتنسوا تعملوا تشتركوا في القناه. ف... فليه يا جماعه الاشتراك في القناه مش بفلوس، اللايكات مش بفلوس. فخلينا كده يعني نعين بعض ونساعد بعض على الخير. فما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايكات وكومنتات لو حابين وصفة جديدة، حابين اعمل حاجة جديدة في القناة. انا بشوف كل كومنتاتكم برد عليها. تمام. دلوقتي انا بحمر البصلة. بالظبط كده. تمام. لو حابين نعمل حاجة غير الوصفات والطبخ وندخل مثلا فلوجات، ندخل اي حاجة جديدة في القناة، برضو اتكلموا معايا وقولولي. لو في وصفات معينة عايزين تعرفوها قولولي وانا اعملها لكم. يعني خلينا نتكلم مع بعض كده ونوصل لبعض مع بعض، القناة دي لحاجة كويسة يعني. ان شاء الله القناة تكبر بيكم وبدعمكم، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن.
فدلوقتي احنا اهو بنحمر البصلة، حطيت فيها شوية ملح بس، ما حطيتش حاجة تانية خالص، بيساعدوها ان هي تتحمر اسرع يعني. تمام. دلوقتي داخلة على اللون اللي احنا عايزينه اهي، بالظبط كده ده اللون. هنطلعها بقى في طبق ونفردها كده في الطبق، ما نحطهمش على بعض عشان تفضل مقرمشة. دلوقتي هنعمل عيش بيتحط جانبي كده جنب الشوربة يعني. عيش شامي بتجيبيه وتقطعيه مكعبات كده، اسهل حاجة بالمقص مش بالسكينة، وبنحمره في الزيت ياخد لون فاتح كده ذهبي، وخلاص بنخرجه. ولما بنخرجه بنحط عليه توابل: كزبرة ناشفة، كمون، فلفل فلفل بس فلفل اسود وملح. وممكن تتغاضي عن الفلفل يعني وتحطي كمون وكزبرة وملح. تمام. هو بيتحمر بسرعة جدا، فما تسيبوش وانتي بتحمري يعني، افضلي جنبه وهو بياخد لون بسرعة يعني، بيبقى طعمه لذيذ جدا، وبيتاكل جنب شوربة العدس بيبقى طعمه حلو. وصفة سريعة جدا وسهلة وبتدفي في الشتاء اللي احنا فيه دوت، ومن الوصفات بتاعت زمان، فالسهلة البسيطة اللي مكوناتها مش كتير. فاحنا متعودين في قناتنا ان احنا دايما بنعمل كل حاجة بطريقة بسيطة وبمكونات يعني موجودة في كل بيت. تمام. بنحمر العيش اهو، اول ما ياخد لون الجلد كده الذهبي الخفيف ده بنطلعه على طول. اهو زي ما انتم شايفين خرجناه. تمام. هنحط بقى ننزل بباقي الكمية وكده خلاص، العيش برضو خلصناه. خلاص كده هنضرب باقي ان احنا نضرب العدس بالخضار في الخلاط، بس طبعا لما يبرد. لو انتي خلاطك ازاز او عندك كبة ستانلس او اي حاجة تحمل حرارة اضربي على طول. كده احنا خلصنا العيش. هننزل دلوقتي عليه بالبهارات اللي احنا مجهزينها: كمون، كزبرة، ملح، وهو سخن كده. دلوقتي احنا ضربنا الخضار بالعدس، نزلت بالحلة نفسها بالشعرية اللي احنا حاطين عليها شوية المية. تمام. هنصفي بقى العدس، لازم يتصفى، لان طبعا بيبقى فيه بواقي من الطماطم، الثوم، البصل، الحاجات دي، فلازم يتصفى يبقى ناعم كده. تمام. هنقسم المقدار لاتنين، النص هنحطه هنا مع الشعرية، وهننزل بشوية شوربة يغلوا كده معانا شوربة العدس بالشعرية. تمام مظبوطة. اللي انا بصبه ده دلوقتي ده الغموز اللي هو بنحط حتة سمنة تمام، وشوية بصل من اللي احنا حمرناه، وبننزل بالعدس اللي احنا ضربناه في الخلاط. تمام. بعد ما صفيناه عليه يغلي غلوة وخلاص كده تمام. الغموس ده جاهز يعني. واحط على الوش بس شوية التقلية اللي احنا عملناهم البصل، بس كده تاكلي احلى غموس للعدس يعني. بيبقى قوامه تقيل شوية مش زي الشرب. انما دي بقى الشوربة اللي هي بالشعرية، شوربة العدس بالشعرية. تمام. بنقدم معاها العيش المحمر. ممكن بقى لو انتي بتحبي البصل تقطعي بصل في خل كده بجانب الوصفة دي، وممكن بصل اخضر حسب رغبتك طبعا، وممكن كده بس. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتجربوا الوصفة، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.